السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. عندنا النهارده درسنا الثاني في التاريخ، هو درس مصر والقضية الفلسطينية. كنا شرحنا على القناة عندنا الدرس الأول الجغرافيا اللي هو اتكلم فيه عن الزراعة، الدرس الثاني في الجغرافيا اتكلمنا فيه عن الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، والدرس الأول تاريخ ثورة 23 يوليو. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا ما تنساش باللايك وشارك في القناة، صلي على النبي في الكومنتات وشارك اصحابك الفيديو. يلا يبدا زي ما احنا قلنا. درسنا النهارده هو مصر والقضيه الفلسطينيه. هنتكلم في الدرس ده يا اولاد عن كل الحروب اللي تمت ما بين مصر واسرائيل من الاول للاخر. تمام. موضوعنا بدا مع اسرائيل يا جماعه في فلسطين الاول. لفلسطين اهميه خاصه في قلب كل مسلم عربي ومسيحي. سؤال مهم، سؤال امتحان. تقول ولد فيها السيد المسيح عليه السلام، أسري إليها بسيدنا محمد، ده هي رحلة الإسراء والمعراج، بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يبقى لفلسطين أهمية خاصة في قلب كل مسلم عربي ومسيحي. هتقول له إيه؟ تقول له ده فيها سيدنا عيسى، إليها أسري بسيدنا محمد، بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. طبعا بالإضافة للثلاثة دول، لأن ده إجابة السؤال ده، موقع اصلا فلسطين موقع جغرافي متميز على البحر المتوسط والبحر الاحمر، فموقع مهم بالنسبه لبريطانيا عشان تربط مواصلاتها مع الهند. قال لك بالاضافه الى ان فلسطين تتميز بموقع جغرافي جعلها مطمع للغزاه على مر العصور. طيب مين اللي عايش في فلسطين بقى يا جماعه؟ اللي عايش في فلسطين العرب، مسلمين ومسيحيين هم عرب، وعدد قليل من اليهود. في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت عدد قليل من اليهود. قال لك اهو عاش بها عدد قليل من اليهود حتى قيام الحرب العالمية الأولى، وإلى جانب المسلمين والمسيحيين اللي هم العرب. تمام؟ تمام. لغاية هنا كده مستر مفيش أي حاجة. أنا قلت كلمة كده أنت ما خدتش بالك منها. لفلسطين موقع جغرافي متميز على البحر الأحمر والبحر المتوسط، مهم لطريق بريطانيا في مستعمراتها في الهند. فقال لك يا باشا أدركت بريطانيا أهمية فلسطين. طبعا هتقول له لذلك سعت لتأييد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. لذلك سعت لتأييد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأصدرت وعد بلفور عام 1917. بلفور ده مين؟ بلفور ده لازم تبقى فاهم إن هو اسم شخص. بلفور ده وزير خارجية بريطانيا في الوقت ده. ما صدق ان اليهود راحوا قعدوا معاه يا باشا وقالوا له عاوزين نعمل وطن في فلسطين. قال لهم عز الطلبه رجاله، احنا هنقف معاكم. وقام جاي يا جدعان تعهدت بريطانيا ببذل مساعيها لمساعده اليهود بانشاء وطن قومي لهم فين؟ في فلسطين. قال لك تعهدت بريطانيا ببذل مساعيها، يعني كل حاجه في ايديها لانشاء وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين. طب انا نسال سؤال بقى، بلفور ده يمتلك فلسطين؟ تقول لي لا. طيب يمتلك حق اليهود في فلسطين؟ لا طبعا. فقلنا ايه؟ هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. لذلك سعت بريطانيا لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، واصدرت وعد بلفور عام 1917، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. اللي جه في وعد بلفور تتعهد بريطانيا ببذل مساعيها لانشاء وطن قومي لليهود فين يا عم؟ في فلسطين. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الانتداب البريطاني على فلسطين. الانتداب البريطاني على فلسطين. بريطانيا اصلا ما كانتش محتليه فلسطين. فلسطين اصلا يا اولاد تحت حكم العثمانيين، ومحدش محتل بيه فلسطين. جميل جميل. ازاي بريطانيا بقى هتنفذ الوعد ده اللي هي وعدته لليهود؟ لازم بريطانيا تعمل حاجه عشان تدخل فلسطين وتنفذ وعد بلفور. فالحاجه اللي هتعملها بريطانيا عشان تنفذ وعد بلفور هو الانتداب. لان الانتداب ده شكل من اشكال الاستعمار، شكل من اشكال الاحتلال. هتقوم بريطانيا بنفذها تمام عشان تدخل فلسطين. الانتداب البريطاني على فلسطين 1920 لحد 48 وتنفيذ وعد بلفور. طب يا عم معتز، قررت دول الحلفاء، الدول المنتصره في الحرب العالميه الاولى، وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. مش احنا قلنا في الترم الاولاني كان عندي حرب عالميه اولى؟ ايوه. وحرب عالميه ثانيه؟ ايوه. الحرب العالميه الاولى في الدول الحلفاء مين؟ بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها. مين اللي انتصر؟ دول الحلفاء على دول المحور اللي هي المانيا والدوله العثمانيه والمجر والنمسا والحاجات دي. جميل جميل. اما جايه بقى الدول المنتصره ديت عملت واخترعت ايه؟ الانتداب. ان هي هتحتل البلاد
التابعه للدول اللي اتهزمت. ليه يا عم؟ عشان تطورها وتنميها. هم عايزين من كل البلاد دي ايه يا جدعان؟ فلسطين. قال لك اهو قررت دول الحلفاء الدول المنتصره وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع تنفيذ وعد بلفور اللي هي هتساعد اليهود ان هم يعملوا وطن ليهم فين؟ في فلسطين. تمام. اتنين، الموضوع ما انتهاش كده، اعطى مؤتمر سان ريمو بايطاليا لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. يعني كده يا مستر، اعطى مؤتمر سان ريمو لبريطانيا، الاول هو فين؟ بايطاليا. يعني هيعمل ايه؟ هيدي لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وكل الدول موافقه اصلا، يعني دول الحلفاء موافقه على الموضوع. تمام. يبقى الانتداب، قررت الدول الحلفاء الدول المنتصره وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع تنفيذ وعد بلفور. اعطى مؤتمر سان ريمو بايطاليا ابريل 1920 حق الانتداب على فلسطين. طب يا عم، ايه الاجراءات بقى؟ وده سؤال مهم. ايه الاجراءات اللي هتعملها بريطانيا عشان تنفذ وعد بلفور؟ ايه الاجراءات اللي هتعملها بريطانيا عشان تنفذ وعد بلفور؟ قال لك اول حاجه السماح لليهود بالهجره لفلسطين باعداد كبيره. على قد ما تقدروا هاجروا، لان انتوا عددكم قليل. ازاي احنا هنقول ان انتوا اصحاب الارض وانتوا عددكم قليل؟ فسمحوا لهجره الكثير من يهود العالم الى فلسطين. اتنين، السماح بانتقال ملكيه الاراضي للعرب لليهود عن طريق الشراء. تاني حاجه، عمل قوانين تخلي العرب يبيعوا لليهود الاراضي بتاعتهم. اتنين، السماح بانتقال ملكيه الاراضي من العرب لليهود عن طريق الشراء. يبقى الاجراءات اللي اتخذتها بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور: واحد، سؤال امتحان، السماح بهجرة الكثير من يهود العالم إلى فلسطين. اتنين، السماح بانتقال ملكية الأراضي من العرب لليهود عن طريق الشراء. طيب يا عم بلفور يا بريطانيا، هنعمل إيه؟ اليهود هاجروا من كل البلاد عشان فلسطين. طيب موقف الشعب الفلسطيني من الانتداب. موقف الشعب الفلسطيني من الانتداب. الناس ما بتاخدش بالها وكله ما بيتكلمش عن الشعب ده عمل ايه. طبعا يا باشا، قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الثورات والمظاهرات، تمام، رافضين الانتداب. يعني الناس دي ما نعتش ارضها والحكايات دي. لا يا باشا، نقول له قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الحركات الوطنيه فيما بين عام 1920 ل 1939. يعني من 1920 ل 1930 الفلسطينيين مش ساكتين. عملوا ايه يا باشا؟ عملوا انتفاضه 1920 وثوره 1936 تركز بقياده مين؟ بقياده اللجنه العربيه. يبقى دلوقتي موقف الشعب الفلسطيني لازم تخلي بالك منه. قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الحركات الوطنيه والمظاهرات فيما بين عام 1920 لحد 1939. كان اخطرهم اجمد حاجه فيهم كانت ايه؟ انتفاضه 1929 وثوره 1936 بقياده اللجنه العربيه. خلي بالك من السؤال ده مهم. طيب يا عم معتز، الدنيا بقت معجنه ما بين العرب وبين اليهود. حصل الدنيا بقت معجنه ما بين العرب واليهود. اليهود بيقتلوا في العرب والعرب بيقتلوا في اليهود. ده ماسك في ارضه وده بيقول ان هي ارضه، والحكايه والروايه. هنعمل ايه لما الدنيا بقت صعبه؟ قال لك بريطانيا هتعمل تقسيم فلسطين. قال لك عرضت بريطانيا لما لقت الدنيا بقت فوق الفظيع، عرضت بريطانيا القضيه فلسطين على الامم المتحده. يبقى بريطانيا عرضت قضيه فلسطين على مين؟ عرضتها على الامم المتحده 1947. وبعدين يا عم معتز، الامم المتحده هيجي يقول لك ما النتائج بقى المترتبه على عرض بريطانيا قضيه فلسطين على الامم المتحده؟ هتقول له تقسيم فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه وتدويل منطقة القدس. تدويل منطقة القدس يعني ايه يا مستر معتز؟ تدويل منطقة القدس يا اولاد يعني جعلوها دولية، ولا بتاعت فلسطين ولا بتاعت العرب، وهتبقى ملك لكل دول العالم لانها منطقة مقدسة دينية فيها كل الاديان. يبقى من جاي بريطانيا عرضت قضية فلسطين على الامم المتحدة. من النتائج المترتبة على عرض بريطانيا قضية فلسطين على الامم المتحدة، قرروا يا باشا تقسيم فلسطين الى دولة عربية، دولة يهودية، وتدويل منطقة القدس، أي وضعها تحت إشراف دولي، ولا بتاعت اليهود
ولا بتاعت العرب. العرب هيعملوا ايه؟ طبعا العرب رفضوا مشروع تقسيم فلسطين، قالوا لهم دي بتاعتنا احنا ما حدش له فيها تقسيم فلسطين. العرب رفضوا مشروع تقسيم فلسطين. بريطانيا صاحبة المشكلة واللي عملت الفيلم ده كله امتنعت عن التصويت. يعني ايه يا مستر معتز امتنعت عن التصويت؟ يعني يا حبيب قلبي ولا قالت ولا قالت لا. قال لك يا باشا امتنعت عن التصويت واعلنت الانتداب وسحب قواتها من من فلسطين في 14 مايو 1948. قالت لهم انا خلاص مش انا هنهي الانتداب بقى، الكلام ده يبقى يوم 14 مايو 1948. وبراحتكم بقى وشوفوا انتوا هتعملوا ايه مع بعض بقى، صفوا انتوا بعض بقى بمعرفتكم. يبقى العرب رفضوا، بريطانيا امتنعت عن التصويت، يعني ولا قالت ولا قالت لا، وقررت انهاء الانتداب وسحب ايه يا معلم قواتها من فلسطين. طيب اليهود هيعملوا ايه؟ قال لك قامت عصابات اليهود بطرد العرب من ديارهم وارتكاب ابشع المذابح مثل مذبحه دير ياسين. اليهود عملوا ايه يا باشا؟ ما صدقوا خدوا حته وقاموا جايين داخلين الحته اللي هم خدوها ديت وقتلوا الناس اللي فيها وطردوا العرب منها وارتكبوا العديد من المذابح مثل ايه يا باشا؟ مذبحه دير ياسين. طب يا عم معتز، في 15 مايو 1948 بريطانيا عملت ايه يا باشا؟ اعلن اليهود قيام دولتهم واعترفت بها الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. يوم 15 ما هي بريطانيا مشت 14، لما مشت بريطانيا 14 قامت جايه اليهود اعلنوا ايه؟ قيام دولتهم في 15 مايو 1948 وانهم الانتداب. تمام؟ في 15 اعلنوا واللي اعترف بيها كان الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. طيب حرب فلسطين، لان اللي اليهود عملوه وارتكابهم المذابح مثل مذبحه دير ياسين يا باشا، لازم العرب يكون لهم موقف. حرب فلسطين، حرب فلسطين دخلنا حرب فلسطين اسبابها نصرة وانقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، مساعدة الشعب الفلسطيني نصرة وانقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود. اتنين، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. يبقى تاني، نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه، نحميهم من اليهود ونقف نجيبهم نعمل لهم دولة. يبقى تاني بتفسر حرب فلسطين 48 تقول له نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. إيه الأحداث يا عم معتز؟ تمكنت الجيوش العربية من الانتصار على إسرائيل في بداية المعركة. العرب دخلوا في بداية المعركة، العرب ماسكين اليهود طق طق طق، هزيمة هزيمة للإيه؟ لليهود. تمام. قامت جاية الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت باقتراح لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار. راحت أمريكا لمجلس الأمن، يا مجلس الأمن أنا عندي اقتراح حلو نوقف الحرب دي لمدة إيه؟ شهر كده. قال لك وإقامة هدنة لمدة شهر. ويا مجلس الأمن يمتنع فيها الطرفين عن جلب الأسلحة والمقاتلين، يعني ولا العرب يجيبوا سلاح ولا جنود ولا اليهود يجيبوا سلاح ولا جنود. والكلام ده هيكون إيه يا مستر؟ تحت إشراف دولي، يعني الدول الأوروبية هي اللي هتشرف عليه. طبعا العرب هيلتزموا، تمام، واليهود مش هيلتزموا. قال لك يا باشا يمتنع فيها الطرفين العرب واليهود عن جلب الاسلحه والمحاربين الى فلسطين ويكون ذلك تحت اشراف دولي. طب وبعدين يا عم معتز؟ قال لك لم يلتزم اليهود طبعا بالهدنه وبداوا في تقويه قواتهم من حيث العدد، عددهم كتر والسلاح جابوا سلاح، وظهر تفوق اليهود في القتال وهزيمه القوات العربيه وتراجعت. يعني في النهايه مين اللي اتهزم؟ في النهايه اللي اتهزم العرب، وفي البدايه اللي اتهزم اليهود. بس احنا دايما بنعترف بالايه؟ بالنهايه. نتائجها يا مستر معتز هزيمه العرب، استيلاء اسرائيل على جميع اراضي فلسطين ما عدا ولم يبقى سوى قطاع غزه تحت اداره مصريه والضفه الغربيه وبها قوات اردنيه، وتم تقسيم القدس بين العرب واليهود. يبقى ما النتائج المترتبه على حرب فلسطين 1948؟ هتقول له ايه؟ هزيمه العرب، استيلاء اليهود على جميع أراضي فلسطين ولم يبقى منها سوى قطاع غزة تحت إدارة مصرية والضفة الغربية وبها قوات أردنية، وتم تقسيم القدس بين العرب واليهود. طب يا عم معتز إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا باشا إن دي صورة الخريطة بتاعة الحرب والأماكن اللي هم خدوها والأماكن اللي ما خدوهاش. تيجي إيه بعد كده يا باشا؟ كده خلاص حرب فلسطين انتهت بأسبابها، بنتائجها، بأحداثها.
طبعا انت عارف ان مصر واسرائيل على صفيح ساخن مع بعض، فحصل في 1956 العدوان الثلاثي على مصر. ايوه عدوان 56 ده في السنه اللي حصل فيها تاميم قناه السويس. ايوه عدوان 56 كان كسرنا اتفاقيه السلاح وعملنا حظر يعني كسر احتكار السلاح، كان 1955. يعني كل الاحداث ورا بعضيها. فيجي يقول لك بما تفسر العدوان الثلاثي. طبعا لازم تكون فاهم انه ثلاثي لانهم كانوا 3 دول، وهي اسرائيل وهي انجلترا وهي فرنسا، وكل واحده من الثلاثه داخله الحرب وليها سبب في الاشتراك. تمام. قال لك اول حاجه هنعمل اول سبب يعني عقد اتفاق مع الاتحاد السوفيتي بشراء الاسلحه منه والمعدات، وذلك لمواجهه الاطماع الاسرائيليه والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. يبقى اسرائيل دخلت عشان احنا رحنا جبنا سلاح من الاتحاد السوفيتي عشان نعمل جيش يوقفها عند حدها. فقال لك واحد عقد مصر اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لشراء الاسلحه والمعدات منها على الشعب الفلسطيني. 2 مساعده الجزائر في ثورتها ضد الاحتلال الفرنسي. لما احنا ساعدنا الجزائر ضد فرنسا وفرنسا مشت من الجزائر، ففرنسا غزت من مصر وهتشترك في العدوان الثلاثي. بنقول له مساعده الجزائر في ثورتها ضد الاحتلال الفرنسي. رقم 3 ونقطة مهمة جدا، تأميم شركة قناة السويس عام 1956، وده ضايق بريطانيا. تأميم مصر لقناة السويس يوليو 1956. يبقى عقد مصر اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لشراء الأسلحة والمعدات لمواجهة الأطماع الاستعمارية الإسرائيلية. 2 مساعدة مصر للجزائر في ثورتها ضد الاحتلال الفرنسي. تأميم مصر لقناة السويس يوليو 1956. وده كمان يا باشا أسباب العدوان الثلاثي. نتائجها يا باشا لازم تركز معايا بالذات في العدوان الثلاثي أكتر، لأن في نتائج وفي أسباب هزيمة وفي أسباب انتصار وفي حكايات وروايات. النتائج طبعا انسحاب إنجلترا وفرنسا من بورسعيد في ديسمبر عام 1956، والذي يعد عيدا للنصر وعيدا سنويا لبورسعيد. 2 انسحاب إسرائيل من غزة وسيناء في أوائل يوليو 1957 ووضع قوات طوارئ دولية بين الدولتين. نفهم يا باشا؟ نفهم التيم. بص يا باشا، الخطة كانت ما بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على احتلال مصر. نجحوا فعليا بريطانيا وفرنسا في احتلال بورسعيد، ولكنهم عجزوا، اكتب دي ورايا الله، ولكنهم عجزوا على احتلال الإسماعيلية أو التقدم ناحية الإسماعيلية. هم دخلوا بورسعيد ولكن نطلع من بورسعيد على ايه؟ على الاسماعيليه. طب ما دخلوا بورسعيد، عرفوا يطلعوا من بورسعيد؟ ما عرفوش يطلعوا من بورسعيد. ده بسبب مقاومه اهالي بورسعيد. نجحت اسرائيل في احتلال غزه وسيناء، نجحت، لكن في النهايه كل اللي هم عملوه طار. يبقى ما النتائج المترتبه على العدوان الثلاثي؟ تقول له انسحاب انجلترا وفرنسا من بورسعيد ديسمبر 1956 والذي يعد عيدا للنصر وعيدا سنويا لبورسعيد. 2 انسحاب إسرائيل من غزة وسيناء أوائل 1957 ووضع قوات طوارئ دولية بين الدولتين. 3 إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي وأطماعه في السيطرة على العالم العربي فقامت وحدة بين مصر وسوريا. إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي وأطماعه في السيطرة على العالم العربي فقامت وحدة بين مصر وسوريا عام 1958. احنا اتكلمنا عنها في الدرس الاولاني، وانتهت كام يا باشا؟ 1961. اخر مره من النتائج المترتبه على العدوان الثلاثي هتقول له انسحاب انجلترا وفرنسا من بورسعيد ديسمبر 1956 والذي يعد عيدا للنصر وعيدا سنويا لبورسعيد. 2 انسحاب اسرائيل من غزه وسيناء اوائل 1957 والذي وضع قوات طوارئ دولية بين الدولتين. إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي وأطماعه في السيطرة على العالم العربي فقامت وحدة بين مصر وسوريا. 1958 وانتهت امتى؟ 1961. طب يا باشا ايه اللي خلى العدوان ده يفشل؟ أسباب فشل العدوان الثلاثي. أسباب فشل العدوان الثلاثي يا باشا تعال نشوف. المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة. كانوا جامدين جدا. نقول بقى بستر المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة. 2 وقوف الشعوب العربية بجانب مصر. 2 وقوف الشعوب العربية بجانب مصر. 1 2 نقول له ايه بقى؟ المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة، وقوف الشعوب العربية بجانب
مصر. 3 تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل والوقف العدوان. 3 تهديد الاتحاد السوفيتي والتدخل ووقف العدوان. 4 رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في فض المنازعات. رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في فض المنازعات. آخر نقطة تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. تنديد الأمم المتحدة بالعدوان يعني رفض الأمم المتحدة كمان العدوان. يبقى 1 2 3 4. قول له إيه يا باشا؟ المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة. وقوف الشعوب العربية بجانب مصر. تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان. رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في فض المنازعات. تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. ده كان تاني عدوان بيننا وبين إسرائيل. كان أول واحد 1948. تاني واحد العدوان الثلاثي 56. تعال نشوف دلوقتي ايه بقى 67 النكسة. عدوان 5 يونيو 1967. أسباب مباشرة وفي أسباب وفي حكايات وروايات. ركز معايا في كل التفصيل عشان الموضوع مهم جدا، عشان تبقى أنت فاهم أصلا حياتك ماشية إزاي. طب سعت إسرائيل لاستدراج مصر والدول العربية لحرب غير مستعدة لها. يعني بيقول لك إن مثلا إيه، إسرائيل بتجر شكل مصر والعرب وعاوزة تدخلهم حرب، والحرب دي هم مش مستعدين ليها، بالذات بعد لما فشلت في العدوان الثلاثي. قال لك يا باشا سعت إسرائيل لاستدراج مصر والدول العربية في حرب غير مستعدة لها، وذلك فقامت بحشد قواتها على الحدود مع سوريا 1967 وقامت مصر بيه. ليه بقى؟ احنا مالنا امال سوريا يا مستر؟ ما احنا خلاص الوحده انتهت. انت في 67 والوحده انتهت 61. ايوه الوحده انتهت لكن بيننا وبين سوريا كان في اتفاقيه اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك. تقول لي يعني ايه اتفاقيه الدفاع المشترك؟ اقول لك يا برنس، يعني لو اسرائيل جايه تحارب سوريا مصر تقف مع سوريا، لو اسرائيل جايه تحارب مصر سوريا تقف مع مصر. وده يا جماعه اللي حصل بالظبط. فهي يعني جايه اسرائيل عملت ايه؟ حشدت قوتها على حدود سوريا، يعني ودت قوتها على حدود ايه يا معلم؟ سوريا. يعني هي بتقول ايه؟ ان انا هحارب سوريا. تمام. مصر بقى هتعمل ايه؟ ارسلت مصر قواتها الى سيناء واعلنت وقوفها بجانب سوريا. من جايه مصر هي كمان بعتت الجيش بتاعها لفين؟ لسيناء. حشدت قوتها فين؟ في سيناء. وقالت انا هقف مع سوريا. فانت تقول لي بقى تفسر نقف مع سوريا ليه؟ اقول لك تطبيقا لاتفاقيه الدفاع المشترك. تطبيقا لاتفاقيه الدفاع المشترك. تطبيقا لاتفاقيه الدفاع المشترك. طيب جميل. قامت جايه مصر عملت ايه؟ اغلقت مصر خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه. خليج العقبه ده اللي بيدخل ويخرج من فلسطين للبلاد، او اي حد جاي عاوز يدخل بيخش من خليج العقبه. فمن جايه مصر قفلت لهم خليج العقبه، مفيش حد طالع من اسرائيل ولا داخل من اسرائيل، ولا في مركب طالعه من اسرائيل ولا مركب داخله لاسرائيل. بما تفسر اغلقت مصر خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه، تقول له لاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل. لاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل. طيب ايه تاني يا عم؟ طلبت مصر من قوات الطوارئ اللي اتحطت اوائل 1957. طلبت ايه يا عم انت؟ طلبت مصر من قوات الطوارئ الانسحاب من اراضي من بعض النقاط في سيناء. قالت طلبت من القوات الدوليه الموجوده في الحدود مع اسرائيل منذ عام 1957 بالانسحاب من بعض النقاط. وقامت اسرائيل في صباح 5 يونيو 67 بغارات مفاجاه على المطارات المصريه وبدات الحرب. نجحت اسرائيل ان هي تخلي مصر هي اللي تبدا الحرب، او ان هي تبين للعالم ان هي اللي عاوزه تحارب. ليه؟ لان اسرائيل عملت حركه واحده بس اللي هي حشدت قوتها مع سوريا. مصر حشدت قوتها مع سوريا، ده واحد. اغلقت خليج العقبه، ده رقم اثنين. طلبت من قوات الطوارئ، دي رقم ثلاثه. من جه اسرائيل لا خلاص تعالي بقى، ومن جه طق 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 في صباح 5 يونيو عملت غارات مفاجئه على المطارات والطائرات المصريه. دمرت السلاح الجوي المصري، دمرت الطائرات المصريه، وده اللي انت شفته في فيلم الممر.
طيب يا باشا بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده الخريطه بتاعت اسرائيل وسيناء والدنيا دي هتتغير، وهنبدا نتكلم في قصه تانيه خالص. نتائج العدوان ترتب على العدوان ايه يا باشا؟ عد معايا. الاستيلاء اسرائيل على قطاع غزه وشبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، يعني فلسطين وسيناء كلها لغايه قناه السويس الحته الشرقيه اللي هي من ناحيه سينا كده. طيب يبقى واحد هنقول له ايه بقى؟ استيلاء اسرائيل على قطاع غزه وشبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، واستيلاء اسرائيل على هضبه الجولان السوريه. مش هتسيب سوريا بقى، يعني احنا هنودي الجيش ونرجعه تاني كده على الفاضي، لا يا معلم، يلا ودي على سوريا. 3 لاستيلاء اسرائيل على القدس العربيه والضفه الغربيه لنهر الاردن. يبقى 1 2 3 نقول له ايه؟ قطاع غزه، استيلاء اسرائيل على قطاع غزه حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس وسيناء، هضبه الجولان بسوريا، مدينه القدس العربيه والضفه الغربيه لنهر الاردن. ما سابتش مصر، سوريا، الاردن، كل البلاد اللي حواليها استولت على اراضيها. حلوه. اسباب هزيمه العرب، اللي خلى العرب يتهزموا عم معتز: 1 استخدام اسرائيل عنصر المفاجاه في ضرب المطارات المصريه بعد ان صورت اجهزه تجسس امريكيه حديثه. يعني ايه يا مستر معتز اللي انت بتقوله ده؟ يعني الطياره الاسرائيليه طالعه من اسرائيل معاها صوره للمكان اللي هتضربه، مش هتطلع تضرب اي مكان واي كلام. يبقى 1 استخدام عنصر المفاجاه في ضرب المطارات المصريه بعد ان صورتها اجهزه تجسس امريكيه حديثه المواقع المصريه. 2 مساعده الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا لاسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا. دول اوروبا وقفت مع اسرائيل وامريكا كمان وقفت مع اسرائيل. 3 يا باشا هنقول له نقص التدريب وعدم توفر الاسلحه المتطوره للقوات المصريه. نقص التدريب وعدم توفر الاسلحه المتطوره المصريه، يعني من الاخر بيقول لك ان اسلحه اسرائيل في الحرب كانت اقوى من الاسلحه المصريه، ده كان سبب من اسباب الهزيمه. يبقى 1 2 3 استخدام عنصر المفاجاه بتصوير المواقع المصريه باجهزه تجسس امريكيه حديثه المواقع المصريه، مساعده الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول اوروبا لاسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، نقص التدريب وعدم توفر الاسلحه المتطوره. طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ مجلس الامن هيكون له موقف. ركز في اللي انا هقوله، في النقط دي لازم تحفظها لانها هنحتاجها في دروس تانية جايه، وبتيجي في الامتحان. اذكر قرارات مجلس الامن رقم 242. قرار مجلس الامن رقم 242 نوفمبر عام 1967. تعال يا باشا نشوف قال لك ايه. انهاء حاله الحرب بين العرب واليهود. يبقى اول قرار ايه يا باشا؟ انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل. 2 احترام دول المنطقه على اراضيها، يعني اسرائيل تقعد في حالها، مصر تقعد في حالها، ده يقعد في حاله، ده يقعد في حاله. يبقى تاني ايه؟ 2 احترام دول المنطقه على اراضيها. 3 يا باشا انسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها في عام 1967، وانت يا اسرائيل يا جميله تمشي من الاراضي اللي انت دخلتيها في 67. و4 كانت ايه؟ حريه الملاحه في الممرات الدوليه. حريه الملاحه في الممرات الدوليه. وانت يا مصر يا جميله ما تقفليش خليج العقبه ولا تقفلي خليج السويس ده تاني اصلا. 5 انشاء مناطق منزوعه السلاح، حتت صغيره كده في سيناء اللي هي الحدود ما بين مصر واسرائيل هتبقى منزوعه السلاح، يعني يكون فيها قوات شرطه وليس قوات جيش. يبقى اهم قرارات مجلس الامن رقم 242. عد معايا: انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل، احترام دول المنطقه على اراضيها، انسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها في 67، حريه الملاحه في الممرات الدوليه، انشاء مناطق منزوعه السلاح في سيناء. طيب موقف مصر من القرار. مصر هتوافق لان كل القرارات لصالح مصر. اسرائيل هترفض لان ولا قرار من ده لصالح اسرائيل اصلا. قبلت مصر قرار مجلس الامن رقم 242 وبينما رفضت اسرائيل ولم تنسحب من الاراضي اللي احتلتها. يبقى انت كده اللي اتخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، وده الشعار اللي رفعه الرئيس جمال عبد الناصر بعد الهزيمه. إننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية، ويجب أن نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. تعالى يا باشا نشوف كده. خلاص احنا ما عادش قدامنا غير ان احنا نبني الجيش من اول وجديد ونحارب ونجيب سينا. قال لك يا باشا اعاده بناء القوات المسلحه.
تعالى يا برنس كده في المرحله الاولى ركز معايا. اعاده بناء القوات المسلحه مر بمرحلتين. المرحله الاولى اسمها الصمود والتصدي. يعني ايه؟ نوقف اسرائيل عند حدها، ما تاخدش شبر زياده من اللي خدته. هي اسرائيل كانت بتحاول تاخد زياده عن اللي خدته، اسرائيل كانت بتحاول تاخد زياده عن اللي خدته، ومصر اللي هتقف وتصدها. يبقى تعرف بمرحله الصمود والتصدي. المرحله الثانيه عرفت بمرحله الاستنزاف. عرفت بمرحله الاستنزاف. يعني ايه عرفت بالاستنزاف؟ يعني استنزاف طاقات العدو. لما احنا وقفناهم عند حدهم وهم اقتنعوا انهم مش هياخدوا شبر زياده اكتر من كده، بقينا احنا يا برنس اللي نعمل ايه؟ نروح نهجم عليهم بقى، نولع في دبابه، نخطف جنود، نقصر جنود، نقتل، نعمل الحكايات دي كلها. ارجع تاني. انا مقصود بمرحله الاولى الصمود والتصدي. مرحله الصمود والتصدي هنقول له يقصد بها تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. يقصد بها يا باشا تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. طب ما المقصود بحرب الاستنزاف؟ هنقول له استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء. استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء. وفي المرحله الاولى حصلت معركه راس العش، وفيها ما النتائج المترتبه عليها، وفيها نجحت القوات المصريه في التصدي للعدوان واجبرته على الانسحاب من مدينه بور فؤاد. تاني كده معركه راس العش نقول له وفيها نجحت القوات في التصدي للعدوان واجبرته على الانسحاب من مدينه ايه؟ بور فؤاد. طيب ايه اللي حصل تاني يا باشا؟ كمان في مرحله الصمود والتصدي عملنا ايه؟ تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات بصواريخ البحريه المصريه. تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات بصواريخ البحريه المصريه. זה הסוף, חברי. يبقى عند راس العش وفيها نجحت القوات في التصدي للعدوان واجبرته على الانسحاب من مدينه بور فؤاد. 2 تدمير المدمره الاسرائيليه بصواريخ البحريه المصريه في اكتوبر 1967. طيب هيجي بعد كده ايه بقى؟ في مرحله الاستنزاف اللي استنزفنا فيها طاقات العدو، عملنا احنا عندنا ايه يا باشا؟ نجحت القوات المصريه في بناء حائط صواريخ. عملنا حيطه كبيره جدا كده من الصواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس. هنقول لك هنا ما النتائج المترتبه على بناء مصر حائط صواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس. هتقول له منع اختراق الطائرات الاسرائيليه للسماء المصريه. لما عملنا حائط الصواريخ ده مفيش اي طياره اسرائيليه قدرت تقرب من مصر. يعني قبل ما نعمل حائط الصواريخ ديت كانت اسرائيل بتفسح جوه مصر عادي بالطيارات، لكن لما عملنا حائط الصواريخ ما قدرتش تيجي مصر تاني بقى، مما منع اختراق طائرات اسرائيل للسماء المصريه. وكذلك قامت مصر بالقصف المستمر لخط بارليف بالمدافع. يعني عملنا حائط صواريخ ومسكنا خط بارليف ده شغالين فيه ايه يا باشا؟ بالمدافع، بوم 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 بوم. منع اختراق طائرات اسرائيل للسماء المصريه. وكذلك قامت مصر بايه؟ بالقصف المستمر لخط بارليف على طول خط القناه. بعد كده ايه يا باشا اللي حصل؟ تدخلت الولايات المتحده الامريكيه وقدمت وزير خارجيتها مبادره عرفت باسم روجرز، اللي هو اسمه اصلا يعني وزير خارجيه بريطانيا كان اسمه يا اولاد روجرز. لما لقى ان اسرائيل متبهدله في سيناء والمصريين مش ساكتين لهم، قامت جايه طبعا امريكا اتدخلت بسرعه وراحت ايه يا باشا؟ وزير خارجيتها يعمل مبادره اسمها مبادره روجرز. مبادره روجرز دي بما تفسر، خلي بالك ان ده سؤال مهم جدا، لوقف اطلاق النار وحل النزاع سلميا. لوقف اطلاق النار وحل النزاع سلميا. تاني يا مستر؟ لوقف اطلاق النار وحل النزاع يا باشا سلميا. يبقى يا باشا هتنجح ولا مش هتنجح؟ مش هتنجح، لان احنا عاوزينها تمشي سلميا، هم مش عاوزينها يمشوا سلميا. فاسرائيل طبعا رفضت القرار، فمصر قالت له لا ما فيش الكلام ده يا باشا، فاحنا مستمرين في حرب الاستنزاف. استشهد عندنا الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان القوات المسلحه المصريه، واحد من اللواءات والضباط الجيش الجامدين جدا، واستشهد في حرب الاستنزاف. اكبر خبير عسكري في الوقت ده اصلا. احد الاعمده اللي اعتمد عليها جمال عبد الناصر في اعاده تنظيم القوات المسلحه وفي حرب الاستنزاف
ويعتبر اشهر شهدائها، ده اعظم حد في شهداء حرب الاستنزاف، وده اللي اعتمد عليه جمال عبد الناصر في ان هو يرجع يبني القوات المسلحه من اول وجديد. يجي بعدها بقى وفاه جمال عبد الناصر، وده نهايه الدرس بتاعنا. أو في سبتمبر 1970 فقدت مصر يا باشا جمال عبد الناصر، وخلفه يعني جه من بعده رئيس الجمهوريه الثاني محمد انور السادات، لتشهد مصر مرحله جديده في المواجهه بين مصر واسرائيل، وتحصل في عهده حرب اكتوبر عام 1973. بكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعملنا باللايك، شارك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.